يا أهل مصر الكرام، منادي السلطان. يا أهل مصر الكرام، لابد أن هناك خبر. ترحموا على السلطان المظفر سيف الدين قطز، وادعوا لسلطانكم الملك القاهر ركن الدين بيبرس. يا أهل مصر الكرام، يا أهل مصر الكرام، وادعوا لسلطانكم الملك القاهر ركن الدين بيبرس. يا أهل مصر الكرام، يا أهل مصر الكرام. ركن الدين بيبرس صار ملكا علينا، يا له من نبأ شؤم. عاد الظلم من جديد. لا يمكن أن نقف صامتين، يجب أن نفعل شيئا. وماذا يمكن أن نفعل؟ لنجمع كلمة الناس ونشكل وفدا من أهل القاهرة. وما مهمة ذلك الوفد؟ سيلتقي الشيخ العز بن عبد السلام ويعرض عليه الأمر. لكن الشيخ ابن عبد السلام على خلاف قديم مع بيبرس، وأخشى إن ذهبنا إليه أن يزيد الأمر تعقيدا. إلى من نذهب إذن؟ أنا أعرف الرجل المناسب. أهلا يا أهل مصر، مرحبا بكم. سيدي القاضي تاج الدين ابن بنت الأعز، نعتذر عن قدومنا المفاجئ. لا عليكم يا وكيل التجار، فلا بد أن ما جاء بكم لا يحتمل التأجيل. تكلم إذن، أنا منصت إليكم. لقد حكمنا سيف الدين قطز عاما أو أقل، فكان عادلا حازما وقطع ظلم المماليك البحرية، ونحن نخاف بعد أن تولى بيبرس أن يعود الظلم والطغيان. لقد احتملنا الخوف والحرب وغلاء الأسعار على أن يسود العدل، ولا نرى في بيبرس هذا السلطان العادل. منذ أن انتشر الخبر أصاب الخوف ديارنا، وأغلقت الوكالات أبوابها، فعهدنا بالمماليك البحرية ليس عهد خير. لذا جئناك قاصدين أن ترفع إلى القاهر بيبرس مخاوفنا، وأن تنصحه في الله أن يتقي ربه في البلاد والعباد. يا لها من مهمة شاقة، لكنها أمانة، وأدعو الله أن أقوم بحقها. لم أظلم أحدا حتى يبتدرني المصريون بالشكوى أيها القاضي. لقد جئت أيها الملك القاهر حتى أرفع إليك مخاوف الناس، لا لأن أشتكي ظلما قد وقع. ألا ترى في قدوم الناس إليك في دارك سوء نية تجاه السلطان؟ اعذرهم أيها الأمير أقطاي، فتاريخ المماليك البحرية كان به من الظلم الكثير. لو كنا ظالمين ما أمنت على نفسك بيننا. لا تتشحن في حضرتي. إذن آت ما عندك لأنقله لأهل مصر. لن تنقل الكثير، فليس عندي شيء لهم. مهلا يا مولاي، مهلا. أوضح للقاضي ابن بنت الأعز مقصد كلماتك. لست من رجال المداراة يا بدر الدين، كلماتي واضحة لا لبس فيها. ليس عندي شيء، فأنا لم أبتدر أحدا بظلم، وأي قول خلاف هذا سيطمعهم بي. المصريون قليقون يا مولاي، ولا داعي لاستعدائهم. أنا السلطان، لهم عندي حفظ الأمن والذود عن حدود مصر، ولي عندهم الطاعة. هذه لهجة ستخيفهم أكثر مما تطمئنهم. لست هنا لأطمئن أحدا، ولن أبدأ عهدي بمهادنة تريك كرامتي وكرامة الملك. لك عندي كل تقدير أيها القاضي، لكن على المصريين أن يعرفوا من هو بيبرس. أمرك أيها الأمير الحلي، فيما استدعيتني؟ وماذا أريد من سمسار مثلك؟ ها؟ اسمع، أريدك أن تجد لي بيتا في القاهرة لأشتريه. والقلعة يا سيدي، هل تغادرها؟ نعم، سأتركها، وأريدك أن تجد لي ذلك البيت في أسرع وقت. ولما تغادر القلعة؟ ماذا حدث؟ يا لك من رجل ثرثار، لا تسأل عما لا يعنيك فتجد ما لا ترضى. عذرا يا مولاي،
سأجد لك أفضل بيت يليق بك. قدر نسبتك وأجر عملك يا رجل، ودع الأمر بيننا، لا تخبر به أحدا حتى ينقضي. ما الذي تريدني أن أفعله يا بدر الدين؟ أتود أن أبدأ عهدي بالخنوع لرعيتي؟ معاذ الله، كل ما كنت أقترحه أن تكسب ود المصريين، فهم لا يريدون أكثر من المعاملة الحسنة ومراعاة شؤونهم. لا تقلق يا بدر الدين، سأفعل كل ما أقدر عليه من أجل تلك الأمانة التي أحملها. وشيء آخر إن أذنت لي. هات ما عندك، فأنت لدينا من المقربين. لقب القاهر. ما به؟ ما تلقب به أحد قط إلا وخاب مسعاه وطارده الهلاك، فأقترح أن تغيره. لا بأس لا بأس. ما رأيك الظاهر؟ هو ذاك يا مولاي، الظاهر ركن الدين بيبرس. أظهر الله بك الحق وأيدك ونصرك. لقد تأكد الخبر يا سيد القاضي، وصار بيبرس سلطانا على مصر. علمت ما علمتموه يا وكيل التجار، وأنتظر ما سيكون منه. ألم تخبره بما حملناك به يا سيدي القاضي؟ بلى، فعلت وأجابني بأنه ليس لديه ما يطمئن به أحد، وسيعمل جاهدا على إقامة العدل. أي رد هذا؟ وهل سنصمت على ذلك ونقبل بالأمر دون أن نحرك ساكنا؟ يا كارم، السلطة بين أيدي المماليك، يتداولونها بينهم بطريقتهم التي لا يعرفون غيرها، القوة والتغلب. أما الناس فليس لهم إلا أن يحكموا بالعدل وأن تراعى شؤونهم. وإن لم يحدث هذا سنقف بالمرصاد إلى أن يعتدل الأمر، ولكن علينا الآن بالصبر والانتظار، لعل الله يجعل في الظاهر بيبرس خيرا للبلاد. أفتني يا قلاوون، أفكر أن ألغي كافة الضرائب التي فرضت خلال العام الماضي أثناء التجهيز للحرب على التتار. أرى يا مولاي أن الحرب قد أنهكت الجيش وأتلفت كثيرا من عتاده، وما زلنا نحتاج إلى تلك الضرائب. أعلم، ولكن المظفر قطز أثقل كواهل الناس بتلك الضرائب، وأرى أنه آن الأوان لنرفعها عنهم. الجيش واجه أكبر قوة عسكرية في الأرض، وكان يجب أن يكون التجهيز مضاعفا. صدقت، لكن يجب أن نجد بديلا من الموارد لاستمرار تجهيز الجيش إلى جانب بناء الدولة. كما ترى يا مولاي، الرأي لك في النهاية. لنريح المصريين قليلا، فقد تحملوا وصبروا ولم يشكو أحد من قبل. أظنها يا مولاي أنها ستكون بداية جيدة لعهدك مع المصريين. هذا ما أفكر به يا قلاوون، أن تهدأ الأحوال وتستقر أمور الناس لنفكر في بناء دولتنا. مولاي، محي الدين بن عبد الظاهر يطلب الدخول. أدخله حالا. السلام على مولاي ومن في حضرته. وعليك السلام. تفضل، لقد أرسلت في طلبك لأمر جلل. أمر مولاي وفي خدمته، ومعي أوراقي ومحبرتي كما أمرت. أنت مؤرخ وكاتب ذو باع، وأريدك أن تكتب عني، أن تصير كاتب سري ورسائلي وما أصدره من أوامر لأقاليم البلاد وعمال المدن والدواوين. إنه لشرف كبير لي يا مولاي. إذن إليك أول أمر لتكتبه وليعلن على الناس، فيكون قيد التنفيذ من الغد. اكتب يا ابن عبد الظاهر. هل وجدت ما تبحث عنه بالقاهرة يا عز الدين؟ أنا آخر شخص قد يثير قلقك أيها السلطان، فلا داعي لمراقبة أحوالي، بل أتابع من أهتم لأمرهم يا حلي. لماذا تريد أن تترك القلعة؟ أريد أن أخلو بنفسي قليلا. في مرحلة كتلك؟ أنا أحتاجك إلى جواري، أريد أن أجعل منك نائبا لي، لا أجد أفضل منك. نائبا للسلطان؟ أنا مرة أخرى؟
إنه لكرم عظيم منك يا بيبرس، ولكن أرجو أن تقبل اعتذاري. وما الذي يمنعك؟ أترفض أن تعينني على الحكم؟ لا، ولكن المنصب منصب مرهق وأعباؤه ثقيلة، وأنا أرغب في قليل من الهدوء والراحة. كما أني يا مولاي لا أراني من أهل الحكم والسلطة. لا أريد أن أجدد عليك يا عز الدين، ولكن عدني أن أجدك حين أحتاج إلى نصحك ومشورتك. وإلى ذلك الحين فلك علي السمع والطاعة، إن كنت في القلعة أو إن كنت في القاهرة. هذا هو المكان المخصص لأربط به فرسي، لا يحق لك أن تضع سرج خيلك به، ألا تفهم يا هذا؟ بل هو لمن وجده خاليا، ليس حكرا على أحد، فابتعد عني الآن وإلا ماذا؟ أتضربني؟ أنا من سيوسعك ضربا إن لم تبتعد الآن عن طريقي. ما الذي يحدث ها هنا؟ عراك متكرر على مكان ربط الخيول. أين؟ ها هنا؟ إلى أين يا مولاي؟ أنتما توقفا عن شجاركما واذهبا من هنا. أمير مملوكي. إنه الحلي بنفسه يا رجل، اهرب. الأزهر، أهكذا صرت؟ أي حال هذا الذي وصلت إليه أيها الجامع البهي؟ مرتع للرعاع، حظيرة للخيل والبضائع. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.